السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هقدم ليكم بلح الشام، والنهاردة كمان عاملاه بطريقة فيها بيض وطريقة من غير بيض. عاملاه لكم الاتنين في الفيديو وهقولك الفرق اللي طلع معايا ببيض عامل ازاي واللي طلع من غير بيض، عشان الناس اللي حابة توفر البيض يعني في الزمن اللي احنا فيه ده، فالناس اللي حابة توفر وتعمل بأقل امكانيات وابسط امكانيات. وهقولك كمان ازاي تطلعيه ذهبي كده زي ما انتوا شايفين زي المحلات بالظبط، وازاي يطلع معاكي مقرمش ويقعد معاكي لتاني يوم. يلا بينا نبدأ بالمقادير. اول حاجة انا بحضر المكونات الجافة، كوباية ونص دقيق على نص كوباية نشا. وطبعا زي ما انا بقولكوا زي كل مرة اي دقيق انا بحب احط عليه رشة ملح، واقلبهم كده مع بعض واجهزهم بره لوحديهم، يعني المكونات الجافة كده مع بعضيها بره اقلبهم. ويلا بينا اقول لكم على التكه اللي جايه دي يا جماعه، هي دي اللي هتخلي لك بلح الشام لونه جميل وذهبي كده زي المحلات بالظبط. يلا بسم الله. اول حاجه بحط هنا 3 معالق زيت اللي انا قلت لكم عليه في المقادير، حطهم على النار. والخطوه اللي جايه دي بحط 3 معالق شربات، يبقى 3 معالق زيت على 3 معالق شربات، وهقلبهم كده اقرملهم مع بعض لحد ما ياخدوا لون ذهبي. ده اللي هيخليلك بلح الشام ذهبي ولونه كده جميل زي المحلات بالظبط. ما تنسوش يا جماعة تشاركوا القناة لو عجبكم الفيديو، وتعملوا لي لايك وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. زي ما انتوا شايفين كده انا بقلب الزيت مع الشربات لحد ما ياخد لون ذهبي. اقعد اقلب فيه كده، اقلب فيه لحد ما ياخد لون ذهبي خالص. بصوا هنا ما بطلتش تقليب، عماله اقلب فيه اهو. بصوا بدأ هنا لونه، بصوا لونه بقى عامل ازاي، ذهبي كده. اول ما لونه يعمل كده اروح حاطه عليه كوبايتين الميه. تمام، انا كنت ممكن اقولك من الاول حطي كوبايتين الميه، دي الطريقه المعتاده، واقولك بقيه الخطوات. لا، لكن دي اللي هتديها لون جميل. زي ما انتوا شايفين حطيت عليهم كوبايتين الميه، وبعد كده حطيت المكونات الجافه اللي انا كنت جهزتها معاكم بره، اللي هي ايه، نعيد تاني: كوبايه ونص دقيق على نص كوبايه نشا ورشه ملح. وكده هنا بقلبهم مع بعض قوي. هقعد اقلب فيهم لحد ما الخليط يعني يعمل في بعض. هنا بس هي كانت سخنة شوية فسبتها تبرد شوية، وبعد كده ايه قعدت بقى اعملها بايدي اكتر كمان عشان العجينة تتماسك مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده انا هسيبها تبرد واحطها في التلاجة شوية عشان تمسك ايه. دي كده لحد دلوقتي من غير بيض خالص، يعني انا كده لما سبتها تبرد شوية ودخلتها التلاجة هشتغل فيها زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا كده كانت من غير بيض. ايه بقى اللي قابلني اللي هي من غير بيض؟ ما فيهاش اي حاجة، هي بس مشكلتها ان انا وانا بنزلها كده من الكيس يعني الحلواني ده، كانت تقيلة معايا، يعني حاسة ان انا عمالة انزلها بالعافية، عايزة صحة بس شوية. لكن غير كده انا حطيت اللي ببيض وحطيت اللي من غير بيض، يعني حاولت افرقهم، ولما جيت اقلي نسيت اصلا انهي اللي ببيض وانهي اللي من غير بيض، طلعوا الاتنين زي بعض مفيش اي اختلاف. بس هي الفكرة ان انا حسيت ان العجينة ناشفة. انا هوريكم برضو البيض عملت معايا ايه. وبنزلها بالعافية كده من الامة. كنت عملت بيها كذا واحدة، لو كنت كملت كانت هتكمل، بس انا بصراحة ايدي وجعتني وانا اصلا متعودة بعمله ببيض، حاسة ان يعني بيبقى لين اكتر معايا. هنا بقى حطيت بيضتين، لكن لو انا كنت عاملاها من الاول كنت حطيت 3 بيضات بس. يعني لو عايزه توفري وتحطي بيضتين مش هيحصل حاجه، اهي هتلين معاكي العجينه وخلاص يعني.
زي ما انتوا شايفين كده، لما حطيت البيض قعدت اقلب فيها تاني كويس وحطيتها في قمع الحلواني. هتشوفوا بقى الفرق دلوقتي ايه اللي حصل. بصوا الفرق، العجينة بتنزل بكل سهولة، ولا بقى بشد ولا اعصابي واشد فيها جامد ولا اي حاجة. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، كانت لينة وبتنزل بكل سهولة معايا. ده الفرق ما بين البيض ومن غير بيض. لكن انا زي ما بقول لكم، انا حطيتهم حاولت افرقهم عشان لما اجي اقلي اشوف انهي اللي ببيض وانهي اللي بيض. انا نسيت اصلا ان انا عامله كده، فرحت قليهم مع بعض فما حسيتش باي اختلاف. فانت لو عايزه توفري البيض تعمليها من غير بيض مفيش مشكله. هي بس هنا البيض خلت العجينه لنت معايا وانا بنزلها، لكن غير كده ما كان يعني حسيت مفيش اختلاف بصراحه يعني. انا عملتها كلها بره. وهنا يا جماعه الزيت بارد مش سخن خالص. هو بس ممكن تفتحي عليه انا بعمله بارد بصراحة خالص. ممكن تسخنيه يعني حبة صغيرين، بس هو البارد احسن عشان عبال ما ينفش بقى معاكي. اهو شايفين حاجة روعة يعني. وكمان يا جماعة بلح الشام او الزلابية او اي حلويات بتعمليها، حاولي على قد ما تقدري تديها يعني تحمريها للاخر، ما تبقاش محمرة نص سوا خالص، كده هتطرى معاكي. الناس كانت في ناس بتسأل ازاي البلح الشام بيبقى طري معاكي. هو ان انتي تقعدي تحمري فيه كده لحد ما ياخد لون. بصوا انتوا شايفين بقى الحركة بتاعت كرملة الزيت مع الشربات عملت ايه، اديته اللون الذهبي الجميل ازاي. هو كان هيطلع كده بس ده اداله لون اكتر. الحركة اللي انا عملتها في الاول لا اديتها لون اكتر زي ما انتوا شايفين اهو. كل لما تحمري فيه وتديله لون ذهبي اكتر كل لما هيقعد معاكي لتاني يوم ويبقى مقرمش معاكي كده. وهنا انا كنت مجهزه الشربات زي ما قلت لكم، هسيب لكم الشربات في صندوق الوصف. اطلع منه على الشربات على طول واسيبهم شويه بس كده صغيرين في الشربات واطلعه في مصفى يصفي برضو الشربات اللي فيه. شايفين جمال بلح الشام؟ انتوا اصلا هتقولوا هات واحده دلوقتي. ما تنسوش يا جماعة تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعملي لي لايك جميل للفيديو. ويا ريت بقى لو تعليق منك حلو كده يشجعني اكمل. بصوا انا حطيت هنا الشربات، هنا بقى كنت بكمل الباقي يعني. عرفتوا بقى الفرق ما بين اللي بيض واللي من غير بيض زي ما انا قلت لكم في الاول؟ مفيش فرق خالص. هو اللي بيض بس حسيت ان العجينه لينه معايا، واللي من غير بيض بس مش عارفه انزلها من القمع ناشفه معايا، يعني عايزه ان انتي تعملي فيها كذا مره او تحاولي تنزليها. وكمان الكرمله بتاعه الشربات اللي انا عملتها لكم دي هي اللي ادت لون بلح الشام كده زي ما انتوا شايفين لونه الذهبي. وتحمريه على قد ما تقدري يعني عشان بصوا شايفين لونه ده، لونه ده من كرملة العسل. حطيته على الشربات اهو وهسيبه مفيش دقايق كده وهطلعه في مصفى. وكده يا جماعة انا كنت خلصت بلح الشام وهقدمه بألف هنا وشفا. ما تنسوش تشاركوا القناة وتفعلوا وتعملوا لايك للقناة لو عجبكم الفيديو، تعملوا لايك للفيديو. انا كده هنا كنت بزود شوية شربات بس عشان ايه الشربات يعني يمسك في بعضه اهو. شايفين اصلا هو كان مقرمش ازاي اهو. وهنا كنت قدمته وبألف هنا وشفا.